الميت إذا مات لا يستطيع أن يزيد في الحسنات ولا ينقص من السيئات. ودي أسأل اللي يشوفني الآن، لو دخل اللي حارس على المقبرة ولقى عجوز طالعت من قبرها وتنفض عنها نثير القبر، تقول تكفى يا أمك، أنا حرمة مدفونة لي 20 سنة وناقصني حسنة واحدة، أبيك تروح تدور ولدي ولا بنتي يدعو لي دعوة يمكن الله يجعل بها الدعوة لي حسنات ترفعني، وصلك هالخبر ايش بتسوي؟ والله العظيم الميت أحوج ما يحتاج إلى الدعوات، ولا تتصور أن الدعاء لا يصل إليه. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ومنها دعوة ولده له أو دعوة أي مسلم له. ولذلك الميت هذا هو في قبره ترى يجي يوم القيامة يشوف له جبال من الحسنات، صلاته شايفها هذه، وصيامه شايفه، وصدقاته شايفها، لكن في ذا حسنات ما يدري وش هذه وش يا رب؟ قال هذه دعوة أهلك وولدك لك. يا سبحان. يعني تخيل كم من الحسنات تهديها لأمواتكم. أسألك سؤال، أكبر العقوق أنك تنسى إنسان كان معك، وأم ربتك، وأبو تعب عليك، ويوم حطيته في قبره نسيته. وش أكبر هالجحود هذا؟ الحين لو زعل صديقك صد عنك يومين قلت وراك جحدتني، طيب هل لي في القبر له 30 سنة و20 سنة؟ متى ذكرت أنا أسأل يسمعني، متى ذكرت ميتك آخر مرة دعيت له متى؟ أمك متى دعيت لها اللي في قبرها من 30 سنة؟ أخوك اللي ميت في حادث فجأة متى دعيت له آخر مرة؟ جارك اللي كنت تحبه وتقعد معه يوم مات ما لها أحد، ليش ما دعيت له؟ وين دعوتنا للأموات؟ يا أخي وش أنت خسران؟ اللهم اغفر، إذا ما قدرت تدعو له باسمه ادع اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، ولك أجر ترى في الدعاء أيضا. يعني أنت كسبان من الثنتين، تعطي الميت حسنات وترتفع عند الله بالدرجات.